ننتقل الآن إلى الدقيقة 35 من الحلقة 12. نسمع ما قال كمال حيدري. ولذا أنتم تجدون أن علماءنا عندما جاءوا إلى كتبنا الأساسية، افترضوا ككتاب الكافي، أصول الكافي أو غير ذلك، قالوا بأنه، صرحوا بأنه لا نقول أن كل ما ورد فيه أنه صحيح، وإنما هناك موازين دقيقة. نعم بعض علمائنا قالوا بصحتها، ولكنه الرأي التحقيقي عند علمائنا أنه ماذا؟ ليس الأمر كذلك، وإنما هناك موازين على أساسها. مثلا الأحاديث التي تكلمت عن تحريف القرآن أبدا لم يقبلها لا البخاري لا الكافي ولا 99 ماذا من علمائنا الكبار. ومن ينقل عنهم من العلماء هؤلاء لا يعدون من الطبقة الأولى من علمائنا، ولا يعتد بكلامهم في المدرسة. ولذا نحن نجد بأنه كتاباتهم غير منتشرة وغير واضحة في كتبنا، بعضها لم يطبع أساسا لم يطبع. ولذا أنتم تجدون أنه أساسا لا توجد إلا النسخ الحجرية لها، وإلا الطباعة الحديثة لها نعم إذا وجدت لها طباعة حديثة لعله من يطبعها من يتصيد. أحسنتم، يريدون أن يقولون ولعله يضعون عليها أنها طبعت في قوم وطبعت في النجف وطبعت في دول مناطق شيعية حتى يقولون كذا. هذه القضية الأولى. قول كمال حيدري هناك من طبع هذه الكتب لتصيد. نقول إخواني الكرام أن هذا من الكذب. نقول أن هذا من الكذب. لماذا؟ هو يقصد كتاب فصل الخطاب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب طبعه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في طهران سنة 1297 للهجرة، ولم يطبعه أهل السنة والجماعة. والشاهد على هذا هو تلميذ حسين نور الطبرسي، وهو أغا بزرق الطهراني، الذي قال في كتابه الذريعة عندما أتى إلى ترجمة شيخه حسين الميرزا حسين نور الطبرسي، فقال أن الكتاب طبع في إيران. لماذا؟ يعني لا ندري لماذا يكذب كمال حيدري. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كمال حيدري من تناقضه أنكر على من يقوم بهذا العمل، وهو بنفسه قام بعمل مشابه، حيث أنه استدل بكتاب فرائد سمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين. والمعلوم أن هذا الكتاب لم يطبعه أهل السنة والجماعة، بل طبعه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية للتدليس على عوام أهل السنة والجماعة. وكتاب البيان في أخبار صاحب الزمان الذي أيضا استدل به كمال حيدري في الحلقات السابقة، أيضا هذا الكتاب لم يطبعه أهل السنة والجماعة، وكذب عندما قال أن الكتابين، كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان وكتاب فرائد السمطين، عندما قال أنهما كتابين سنيين. ومن يرجع لهذين الكتابين يجد أنهما كتابين شيعيين. لا ندري لماذا يكذب كمال حيدري، لماذا يصر على هذه المغالطات. أعتقد أنه أي عقيدة حقة تثبت عقيدتها دون الكذب، دون اللجوء إلى هذه الطرق الملتوية. والحمد لله رب العالمين.